عايز تفضل تحب مراتك اقفل الباب. في فرص كتير وبيبان متفتحة، لكن بإيدك انت تقفل الباب علشان مفيش حد يدخل ويبوظ لك علاقتك بمراتك، وانت اللي بإيدك انك تقفله. هما 3 بيبان انت لازم تقفلهم نهائي. باب العلاقات الزيادة اللي زايدة عن الشغل، مش مكالمة كل شوية من واحدة وانت تفتح لها الباب ده. مرة بتطمن ومرة بتهزر ومرة بتحكي لك ومرة انت تفضفض معاها. اول ما تفتح لها الباب ده يبقى انت بتخرب بيتك بإيدك. تاني باب عيونك يا جميل، انك تغض بصرك، مش من المرجلة انك تفضل تبص لدي ولدي ولكل واحدة بتعدي. لازم تعرف تتحكم في عينك قبل قلبك، لانك لو فضلت باصص لدي ولدي هتبقى اجمل واحدة في الدنيا في نظرك عادية. وتالت باب والاهم انك تشتغل واستثمر فلوسك في اكبر مشروع واهمهم وهي مراتك. ما تحرمهاش من اي حاجة وجيب لها اللي نفسها فيه. ما تروحش تصرف فلوسك هنا وهنا وعلى اصحابك وتيجي على بيتك تقول اصل ما عنديش وما فيش. كل ما تصرف عليها وتدلعها هتشوف الهنا منها وهتعرف تخليك باشا مصر، بس انت بسطها وهي هتريحك عشان ما تظلمهاش في الاخر وتقول اصل الستات نكدية. لا يا حبيبي، كل ما تديها كل ما اديتك اكتر واكتر. ومش بس الفلوس، اهتمام ومشاركة منك واحساس منك انك مقدرها، وانت هتشوف البدع. وكلمة ليكي، لو واحدة دخلت حياة جوزك اعرفي انه هو اللي فتح لها الباب، العيب مش فيها. عليكي بقى تعرفي ايه اللي خليه يفتح الباب وصلحي الباب عندك.